تخيل معايا كده تصحى في يوم على مكالمة مرعبة جدا مليانة استغاثة وصلت لشرطة النجدة. واحدة ست بلغت في التليفون وقالت إنها ضربت أخوها بالنار، وبعدها على طول وبسرعة جدا محطات الأخبار في مدينة شيكاغو بدأت تغطي وتذيع تفاصيل حادثة خطيرة جدا. عدد كبير جدا من جرائم القتل بدأ يحصل وينتشر في كل مكان في الولاية كلها، والاعتداءات والجرائم ضد قوات الشرطة زادت ووصلت لأرقام تخض. المذيع بيقول أكتر من 3500 حادث ضرب نار في الشوارع. الحكومة مش هتيجي عشان تنقذك أبدا. الأمور والوضع كله بقى أسوأ وأخطر من أي وقت فات قبل كده. تتوقع إيه اللي بيحصل؟ وفي نفس الوقت اللي الأحداث دي كلها بتحصل فيه كان في عربية شرطة طايرة وبتاكل الأسفلت في شوارع المدينة، وكان جواها ضابط شرطة بينزف دم كتير جدا وتقيل في الكنبة اللي ورا، في حين إن زميله اللي سايق كان بيصارع الزحمة في الطريق عشان يقدر يوصله لحد باب المستشفى وهو عايش. الضابط المصاب حكى وبلغ زميله بكل اللي حصل بالظبط، وزميله فضل مكمل سواقه باقصى سرعه عشان يلحق يوصله لحد المستشفى في الوقت المناسب. زميله عمال يقول له احنا نقدر نعملها ونوصل، خليك فايق ومفتح عينك معايا. وفي السكه وهم ماشيين السواق كان بيحاول بكل الطرق انه يخليه مصحصح وفايق بكلمات تشجيع كتير، بس للاسف الراجل المصاب كان خلاص بيفقد الوعي وبيروح منه. ولما وصلوا اخيرا قدام المستشفى الدكاتره والممرضين جريوا بسرعه لبره وحطوه فورا على نقاله وزقوه ودخلوه لجوه، في الوقت اللي الضابط التاني كان بيشرح لهم فيه ايه اللي حصل بالظبط. استدعوا كل الجراحين في نفس اللحظه فورا، ودكتور بول اللي كل الناس عارفه انه احسن واشطر دكتور في المستشفى كلها سلم المريض الحالي اللي كان في ايده لدكتور تاني غيره، وجري بسرعه جدا ناحيه اوضه العمليات وهو عمال يسمع تفاصيل الحاله من الدكاتره وهم ماشيين في الطرقه. بول قال لهم بسرعه جهزوا اوضه العمليات فورا. الممرضين ردوا قالوا حاضر يا دكتور تحت امرك، واول ما دخل الاوضه من جوه طلبوا راس قايمه بكل الحاجات والادوات اللي محتاجها واستعد عشان يبدا يشتغل. بس للاسف الشديد الوقت كان خلاص فات وعدى، الضابط كان مات وفارق الحياه قبل ما هم يقدروا حتى يبداوا في اي حاجه. دكتور بول قال الموضوع ده ملوش اي علاقه بيك خالص، قلبه خلاص وقف، هو بس نزف وخسر دم كتير قوي. بول راح وبلغ الخبر الصادم والمفجع ده لزميله اللي فضل يلوم في نفسه ويأنب ضميره على اللي حصل، رغم ان دكتور بول حاول يشرح له ويوضح له ان فقدان الدم كان شديد وقاسي جدا ومفيش اي فرصه للنجاه. فجاه سمعوا نداء في المستشفى بيقول دكتور كيري محتاجين اكسجين، دكتور كيري محتاجين اكسجين. بول استغرب جدا وقال ايه بس الغلطه دي هتغير كل حاجه. وتاني يوم الصبح بول كان بيبص وبيطمن على ساعته وهو قاعد بيفطر مع مراته اللي اسمها لوسي. لاحظ وقتها ان الساعه بتاعته بقت متاخره وبطيئه شويه، وقال لمراته على الموضوع ده. لوسي اقترحت عليه انه يروح يشتري ساعه تانية جديده غيرها، بس بول كان متعلق ومتمسك جدا بالساعه القديمه دي وما بيحبش يغيرها. وبعدين كلامهم اتنقل وراح ناحيه بنته اللي اسمها جوردن اللي كانت قاعده مستنيه نتيجه القبول في الجامعه بتاعتها تظهر. بول كان قلقان شويه صغيره ولوسي بتحاول تطمنه وتهديه. لوسي بتقول له انا عارفه ومقدره بس انا مفتقده ايام الجوابات المقفوله بتاعت زمان. بول قال لها انه واثق ومتاكد ان جوردن هتتقبل في الجامعه، هو بس ما كانش حابب خالص فكرة إن النتيجة هتتعلن وتظهر على شبكة الإنترنت. وبعد لحظات وثواني قليلة جوردن صرخت صرخة مليانة فرحة وحماس من فوق في الدور اللي فوق. أهلها عرفوا وأدركوا إن الصرخة دي معناها إن الأخبار كويسة وارتاحوا جدا وهديوا. لوسي قالت دي شكلها وصوتها صرخة خير وحاجة حلوة. وبعدها بشوية صغيرين جوردن نزلت تجري على السلالم وعامله نفسها كأن مفيش أي حاجة حصلت خالص، وبدأت تتكلم وتتعامل مع أبوها وأمها بشكل طبيعي جدا وعادي. ولوسي قامت وقفت عشان تجيب لها الفطار بتاعها. بول ساعتها سألها عن سبب الصرخة دي وهو بيمثل وعامل نفسه كأنه مش فاهم إيه الموضوع ولا الصرخة دي عشان إيه. وفي النهاية جوردن ما قدرتش تمسك نفسها وتخبي أكتر من كده خالص، أعلنت وبلغتهم إنها خلاص اتقبلت في جامعة موجودة في نيويورك. بول قال لها تمام جدا، تمام قوي، حلو وممتاز. جوردن قالت يا خبر ابيض انا لازم ابعت رساله لصاحبتي صوفي دلوقتي حالا عشان اشوفها هي كمان اتقبلت ولا لا. جوردن وعدت ابوها انها هتيجي تزورهم مرات كتير جدا حتى لو هتيجي عشان خاطر تغسل هدومها بس، وبعدين طلعت تجري تاني على اوضتها عشان تكلم صاحبتها في التليفون. لوسي قالت لبول لازم تقول الكلام ده في وشها يا حبيبي. لوسي لاحظت وشافت ان بول ما كانش فرحان ومبسوط ومتحمس زي ما هي كانت متوقعه منه، وبعدين راحت حضنته عشان تخليه يحس انه احسن وتهون عليه زعل فكره ان بنته هتمشي وتسيبه. بول قال لها انا دايما كنت حاطط في دماغي ومتخيل انها هتدخل جامعه نورث ويسترن في اي مكان قريب مننا هنا، وهنا الموضوع خرج عن السيطره. وبعدين في وقت متاخر شويه العيله كلها راحت تتفرج على ماتش كره قدم بتاع جوردن وكانوا قاعدين بيشجعوها بحماس من على الخطوط بره، في حين ان بول كان باين عليه الزعل والحزن عشان بنته خلاص هتمشي وتروح الجامعه. لوسي فكرته وقالت له إنها هي كمان في يوم من الأيام زمان سافرت ونقلت لمكان بعيد جدا عشان تدرس في جامعة في ولاية تكساس، وطمنته وأكدت له إن جوردن هتيجي تزورهم في الأجازات وإنهم كمان يقدروا يسافروا عشان يروحوا يشوفوها هناك. وفي مكان قريب منهم هناك كان في أب تاني واقف عمال يزعق لبنته بعنف وعدوانية بسبب طريقة لعبها، وبول في النهاية كلمه وقال له يهدى شوية وما يزعقش. بول قال له دي فكرة كويسة قوي، ليه ما تعملش كده أحسن؟ الراجل رد عليه بقلة أدب ورد قبيح وبقى عدواني وعصبي أكتر من الأول،
لدرجة إنه زق بول بإيده، بس بول اختار وقرر إنه ما يردش ولا يضربه. لوسي اتدخلت في النص قبل ما الأمور تكبر وتتطور أكتر، والراجل مشي وسابهم وهو عمال يتريق عليه. لوسي سألته وقالت له: ليه ما ضربتش الراجل ده وكسرته زي ما كنت بتعمل في الأيام بتاعت زمان؟ فاكرها سهلة؟ طلعت كارثة. وفي الليلة دي العيلة كلها اتقابلت مع أخوه بول اللي اسمه فرانك في مطعم بتاع بيتزا، وحكوا وشاركوا كل اللي حصل. فرانك فكرهم كلهم إن بول زمان في يوم من الأيام كان مقاتل وملاكم شاطر جدا، رغم إن بول اعترف وقال إنه في فترة شبابه كل ما كان بيتدرب وبيلعب مع أبوهم كان دايما في الغالب بيخلص الماتش وهو بيعيط بعد ما يخسر. فرانك قال: وانا بصراحه لقيت صاله جيم للبوكس في منطقه ترايبيكا، كل عرائض الازياء السوبر موديلز بيروحوا هناك، وعشان كده انا هبدا اروح هناك. فرانك بدا يوري جوردن شويه حركات دفاع عن النفس، بس هي ضحكت وشرحت له انها اصلا بتتمرن بشكل منتظم وعارفه كل التقنيات والحركات دي. فرانك قال: هو انت ناويه تقولي لي يا دكتور؟ فرانك لف وبص للوسي وبعدين سالها عن اخبار التقدم في رساله الدكتوراه بتاعتها، ولوسي قالت له وشاركته انها تقريبا خلصت خلاص، وده خلى كل الموجودين يرفعوا الكوبايات بتاعتهم عشان يحتفلوا بالمناسبه دي. فرانك قال: دول كاسين للناس اللي مش دكاتره، فايه رايكم نشرب نخبئنا دلوقتي للناس اللي مش دكاتره خالص؟ وبعد ما الغدا خلص بول وفرانك خدوا بعض ووقفوا على جنب عشان يتكلموا كلام خاص في السر. فرانك اعترف وقال له انه محتاج فلوس، وبول وافق انه يساعده ويديله $2000، وفرانك قبل الفلوس دي وكان ممتن وشاكر جدا. فرانك قال له: ايه $2000 بحالهم؟ ايه ده يا عم؟ انت عارف ومدرك ان اتحكم عليا في قضيه وجريمه قبل كده؟ وكان في راجل اسمه ميئيل واقف بالصدفه بيسمع كلامهم اللي بيدور بينهم، ولما لقط وفهم معلومه ان العيله دي مش هتكون موجوده في البيت في وقت متاخر من الليله دي، وقبل ما يرجع العربيه بسرعه صور لقطه لعنوان العيله من على التابلو بتاع العربيه. ميجيل قال: يوم الاربع الساعه 8 في مطعم لافوندا، وانا مستحيل انسى مطعم بالاسم ده ابدا. لو لسه مكمل معايا لحد هنا دوس لايك يا معلم، واشترك في القناه عشان اللي جاي يولع، ولو القصة شدت معاك ساند الفيديو بلايك عشان نعرف نكمل اللي جاي. وفي الليلة دي العيلة كانت بتجهز عشان يخرجوا يحتفلوا بعيد ميلاد بول. لوسي كانت جابت له وادت له ساعة جديدة عشان تكون هدية ليه، وهو خدها وكان طاير من الفرحة ومبسوط جدا بيها. بس وهم خلاص بيجهزوا عشان يمشوا وينزلوا، واحدة اسمها سوزان اتصلت ببول وبلغته صبر ان المريض بتاعه اللي اسمه تيري تعب وحالته ساءت. بول قال: اوه، ومين اللي بيتصل بيا دلوقتي ده؟ وقال: يا خبر اسود، لا. وعشان السبب ده هم قرروا انهم يأجلوا عشاء عيد الميلاد. جوردن وعدت انها هتشرح الموقف وتفهمه لعمها فرانك، وحضنت ابوها قبل ما تقول له انهم لسه هيحتفلوا مع بعض قريب جدا. لوسي حاولت تريحه وتطمنه، قالت له: ما تقلقش خالص ابدا، بوعدك، حاول بس انك تفضل مصحصح وفايق. تمام. بول بعد كده خد بعضه ورجع تاني على المستشفى، في حين ان لوسي وجوردن وقفوا في السوبر ماركت عشان يشتروا شويه طلبات وبقاله. ولما وصلوا البيت قعدوا يتكلموا ويشوفوا هم ناويين يطبخوا ويعملوا اكل ايه. جوردن اقترحت انهم يطلبوا ويشتروا تورته جاهزه، بس لوسي اصرت انهم يخبزوها ويعملوها هم في البيت. لوسي قالت: الو ايوه. لوسي بعد كده طلبت من جوردن انها تروح لها وتجيب الايباد بتاعها اللي كان موجود فوق في الدور اللي فوق. جوردن طلعت فوق عشان كمان تعمل مكالمه تليفون، في حين ان لوسي استقرت ووقفت في المطبخ عشان تبدا تخبز. ومحدش فيهم هما الاثنين ادرك او حس ان في راجل كان واقف بهدوء تام على الباب وعمال يراقبهم من سكات. لوسي كملت شغلها واستمرت في الخبز لحد ما لاحظت حاجه غريبه ومقلقه جدا. صفحات كتاب الطبخ بتاعها اتحركت كأن في نسمه هواء خفيفه، وبعدين هي ادركت واكتشفت ان في شباك اتساب وما اتقفلش وكان مفتوح. لوسي قالت: جوردن، ممكن تنزلي هنا لو سمحتي؟ انا محتاجاكي. ولما راحت عشان تقفله شافت طبعات جزم مليانه طين على الارض، وفجاه فهمت وادركت ان في حد كسر البيت واقتحمه. طب يا ترى هيعمل ايه؟ وهي مرعوبه ومفزوعه ندهت وصرخت على جوردن، بس قبل ما جوردن تقدر ترد عليها في راجل كان مستخبي جوه الحمام نط وطلع فجاه ومسكها. لوسي مسكت التليفون بتاعها عشان تتصل وتطلب الشرطه، بس في خلال ثواني معدوده جوردن اتسحبت واتجرت لتحت على السلالم، وظهر 3 رجاله معاهم سلاح مسلحين. واحد فيهم قال: يبقى انت مش هتتكلمي ولا هتتصلي باي حد لحد ما احنا نكون مشينا وبعدنا من هنا خالص. لوسي قالت: ماشي تمام. الراجل قال لها: لو تقدري تعملي كده يعني. وهي مرعوبه وميته من الخوف لوسي اتحايلت عليهم وترجتهم انهم يمشوا ويسيبوا بنتها في حالها، بس المقتحمين دول هددوا حياتها وطلبوا امروها انها تمشي وتنفذ الاوامر بتاعتهم. لوسي ترجتهم تاني انهم ما يأذوش وما يضروش جوردن. واحد من الرجاله رد عليها ببرود شديد وقال لها ان الموضوع ده كله معتمد بشكل كامل على الاختيارات بتاعتها هي. جوردن قالت: مفيش مشكله يا ماما، اعملي اللي هم عايزينه، امشوا بس، انا اسفه يا رب. التوتر والضغط زاد وكبر بين المجرمين. واحد فيهم زعق لزميله بعصبيه وقال له يبطل لعب بالسكينه وخليه يشيلها وما يمسكهاش. قال له: هي مفيش اي لعب عيال هنا. واثناء ما لوسي كانت طالعه على السلالم حاولت تهدي وتراضي الراجل المسلح وقالت له إن جوزها عنده ساعتين وفلوس كاش زيادة محطوطة في الخزنة، وده خلاه يشكرها ويديلها شكر مليان تريقة وسخرية. وفي نفس الوقت ده في مجرم تاني نزل البدروم تحت عشان يجيب حبل. لوسي وهي عمالة تترعش وتنتفض كانت بتعافر وتصارع عشان تفتح الخزنة، وكانت بتحاول تشرح لهم إن المسدس اللي متوجه ناحيتها ده مخليها متوترة ومضطربة. تحت في الدور الأرضي
الراجل اللي ماسك السكينة استغل اللحظة دي والفرصة عشان يضايق ويتحرش بجوردن، في حين إنها كانت بتترجاه بيأس شديد إنه يوقف وما يعملش كده. الراجل قال: يا بنت اللذينة، أنت قوية جدا. وفي نفس الوقت بالظبط لوسي أخيرا قدرت إنها تفتح الخزنة وبدأت تملى الشنطة بتاعة المقتحم بالحاجات الغالية والقيمة. الراجل اللي كان راح عشان يجيب الحبل رجع وبدأ يربط جوردن ويكتفها، بس الراجل اللي ماسك السكينة اتخانق وجادل عشان ياخد وقت أكتر قبل ما يربطوها ويأيدوها، وده طول من الرعب والخوف بتاع البنت. تصدق اللي جاي أخطر؟ رفض الراجل التاني أدى وحصل بسببه صدام وخناقة حامية جدا بين المجرمين، وفي وسط الفوضى والهيصة دي جوردن شافت ولقيت فرصتها، خطفت السكينة بسرعة وجرحت واحد فيهم وضربته في وشه وخلاه ينزف دم. الراجل التاني اتجنن وبقى غضبان جدا وضربها وقعها على الأرض في نفس اللحظة اللي لوسي رجعت ونزلت فيها مع الحرامي التالت. شتم المجرم وقتها، ولما لوسي شافت بنتها في خطر اتصرفت وردة فعلها كان من غير أي تردد خالص، ورمت وكبت مية مغلية في وش واحد من المهاجمين وزعقت لجوردن وطلبت منها إنها تجري. بس قبل ما أي واحدة فيهم تقدر توصل للأمان وتنقذ نفسها، المجرمين فقدوا أعصابهم واتجننوا وفتحوا ضرب النار عليهم، ومن هنا بدأ التهريج الحقيقي. في المستشفى بول كان غرقان جوه في عملية جراحية لما جاله خبر وكلام إن في مريضتين ستات جداد داخلين ومندفعين بسرعة على قسم الطوارئ. القلق والخوف بدأ يزيد جواه. قام سلم حالته لدكتور جراح تاني وحاول إنه ينضم لفريق الطوارئ، بس زملائه وقفوه ومنعوه. قالوا له: اسمع يا بول، في حاجة حصلت ومصيبة تمت، إحنا ما نقدرش ندخل جوه هناك. ولما أدرك واكتشف إن الضحايا دول هم مراته وبنته، فلت وكسر الحواجز وجري بأقصى سرعة ناحية عنبر الطوارئ. بس لقى الناس بتقول له إن لوسي خلاص اتنقلت ودخلت أوضة العمليات، وهو في حالة يأس ورعب جري وراح على هناك، بس اصطدم واتقابل بالخبر المدمر اللي كسر ظهره إنها ما نجتش وماتت. قالوا له: يا دكتور، هم خدوا بنتك وطلعوها للعمليات ومراتك كمان دخلت جوه. تقل الحقيقة ووزنه كسروا ودمروا خالص وهو داخل الأوضة عشان يشوف جثة لوسي اللي من غير روح، وسابوا الخبر ده متدمر ومقهور. وبعدها بمدة قصيرة المحققين اللي اسمهم رينز وجاكسون وصلوا عشان يحققوا معاه ويسألوه، وسجلوا وكتبوا إن في حاجات غالية وقيمة اتسرقت واتاخدت من خزنة العيلة. بول قال: $2000 فلوس كاش. فرانك وصل هو كمان وكان غضبان ومولع نار من اللي هو سماه واعتبره إهمال من الشرطة، وكان بيطلب بعصبية إنه يعرف كام سرقة حصلت في الفترة الأخيرة. المحققين اعترفوا وقالوا إن كان في 6 سرقات حصلت في المنطقة دي، وده اللي زود وغذى نار الغضب بتاع فرانك. فرانك قال: أنا بس بستغرب وبسأل نفسي لو الموضوع بقى مهم كفاية عشان يدخل في رادار اهتمامهم. بول قال له: ده مش بيساعد ولا بيفيد. فرانك قعد يشتم فيهم ويهزقهم عشان هم فشلوا إنهم يحذروا السكان، بس بول اتدخل وطلب من أخوه إنه يهدى ويتراجع. المحققين طمنوه وأكدوا له إنهم هيطردوا ويمسكوا الناس المسؤولة عن ده، وسابوا الكارت بتاع رينز في إيد بول ووعدوه بالدعم والمساعدة. وفي وسط الحزن والأسى ده في ممرضة جات وبلغتهم ببصيص من الأمل والراحة: جوردن نجت وعدت من العملية بتاعتها. بول جري بسرعة ناحية سريرها، وهناك قالوا له إن العملية مشيت وبقت كويسة، ورغم إنها فضلت نايمة في غيبوبة هو رفض إنه يمشي ويسيبها وفضل قاعد بيراقبها ومستمر في حراستها. بول قال: عمك فرانك هو اللي هيمسك ويستلم مهمة القراية دلوقتي. الوقت عدى ومر وجنازة لوسي اتعملت، وهناك أبوها اللي اسمه بن قدم وقال كلمة مؤثرة جدا خلت بول قاعد حزين وبيأسى في صمت. وفي طريق الرجوع وهم سايقين بن شكر بول إنه جاب بنته لبيت طفولتها وفكره وقال له إنه دايما هيكون ليه مكان موجود هناك. سأله لو كان في أي تقدم حصل في التحقيق، وبول اعترف وقال إن في 3 عمال صيانة اتشافوا قريب من الحي والمنطقة. بن قال: 3 عمال صيانة في عربية بيضة. وفجأة بن ركن وقف عربيته على جنب بعد ما لمح وشاف حاجة مش طبيعية. الغضب سيطر عليه وعماه، وساق وطار بعربيته ناحية الممتلكات والأرض بتاعته اللي كان فيها 2 من الصيادين المتسللين اللي بيصطادوا بشكل غير قانوني. الرجالة طلعوا يجروا وهربوا في اللحظة اللي شافوه فيها، بس بن طار وراهم وبدأ يطاردهم وضرب عليهم نار وهم بيهربوا لبعيد في المسافة. بول كان مرعوب ومخضوض جدا من المطاردة العنيفة دي، بس بن كان ثابت وواقف على مبدأه وقناعته إن الانتظار واستناء الشرطة ده ملوش أي فايدة ولا معنى، لأنهم دايما بيوصلوا بعد ما تكون حياة الناس خلاص اتدمرت وباظت. قال لبول إن ساعات وفي بعض الأوقات الراجل لازم يتصرف وياخد موقف بنفسه، وعشان يثبت ويأكد وجهة نظره دي ضرب الغزال المجروح اللي الصيادين سابوه وراهم وريحوا وموتوا بسرعة عشان ينهي ألمه. هو داخل على إيه؟ وبعدين وفي وقت لاحق بول كان سايق عربيته جوه المدينة في حين إنه كان بيتكلم مع المحقق رينز. الإحباط بتاعه كان بيغلي وبيفور لما عرف إن لسه مفيش أي مشتبه فيهم لحد دلوقتي، ومن كتر الضغط والضياع اللي هو فيه اتعصب وهاجم راجل غريب قرب من عربيته. بس رينز طمنه وريحه في التليفون ووعده إنه هيخليه في الصورة ومطلع على كل جديد. وبول وهو بيتحرك وبيطلع بالعربية الراجل اللي هو اتعصب عليه فضل يشتم ويقول شتايم من وراه. بول قال: أنا آسف،
في واحد بيحاول ينظف لي الإزاز بتاع العربية. هي بول راح عشان يزور جوردن في المستشفى وهي لسه نايمة وفقد الوعي. صاحبتها سوفي كانت قاعدة جنب السرير بتاعها، وكانت بتقرأ بصوت واطي وهادي جدا من كتاب بتاع اقتصاد. ولما بول دخل جوه سلم عليها وسألها عن سبب اختيارها للمادة اللي بتقراها. سوفي قالت الممرضات هم اللي سمحوا لي وخلوني أدخل هنا. بول قال له: أوه مفيش مشكلة خالص، أنا مبسوط جدا إنك موجود هنا. هو هزر وقال بمرح إن مادة زي دي ممكن أبدا إنها تصحي بنته وتفوقها. هما الاتنين شاركوا وضحكوا ضحكة صغيرة، رغم إن سوفي ضافت إنها تتمنى إن ده على الأقل يخلي جوردن ما تتأخرش وتفضل متابعة معاهم. هي سألت وقالت: أنت تفتكر إن ده بيساعد؟ بول رد وقال: أنا عارف ومتأكد إنه بيساعد. وفي الأسابيع اللي جت بعد كده بول بدأ يروح جلسات علاج نفسي لأن الليالي بتاعته بقت صعبة ومستحيل يستحملها. ما كانش قادر يخلي نفسه ينام في السرير بتاعه، وبدل كده كان بيقع وبينام نوم متقطع ومقلق على الكنبة. الإحساس بالذنب كان تقيل عليه وضاغط جدا، لدرجة إنه حس إنه عديم الفايدة وملوش لازمة في الشغل وفي البيت كمان. كان مقتنع ومؤمن إنه فشل في إنه يحمي الناس اللي بيحبهم، والدكتورة النفسية بتاعته فكرته وقالت له إن التعافي ده عملية بطيئة وإن الشفاء هياخد وقت. بول قال: أنا بدأت أتساءل وأشك في النتيجة، ده كل الموضوع. ورغم كل ده الإحباط دفع وساق بول إنه يروح اسم الشرطة، وهناك واجه المحقق رينز وش الوش. طلب بعصبية أي تحديث وجديد عن دليل الحمض النووي DNA، بس اتصدم لما قالوا له إنه ما طبقش أي حد متسجل في قاعدة البيانات. بول قال: طب وإيه أخبار الحمض النووي والدم والجلد بتاع الراجل اللي اتحرق واتلسع ده؟ وعلى الحيطة اللي ورا رينز بول شاف لوحة زحمة جدا ومليانة قضايا مفتوحة، وأغلب القضايا دي ما اتحلش، وكان واضح جدا إن الاسم غرقان وبيغوص تحت وزن وتقل الجرائم. رينز اعترف وقال إن أغلب القضايا بتبقى عبارة عن أفراد عصابات بيأذوا ويضربوا في بعض، وده معناه انهم ما بياخدوش اهتمام كبير قوي. بس وعد واكد ان قضيه بول دي مختلفه. هو اصر وقال انهم على الاقل هيقدروا يمسكوا واحد من الرجاله دول، وان الواحد ده هو اللي هيوصلهم ويقودهم للباقيين كلهم. ولما بول ساله لو ينفع انه يحط ويعرض مكافاه، رينز حذره من ده وقالوا ان ده هيخليهم يغرقوا في معلومات كدابه وبلاغات ملهاش لازمه. بول قال: طب وايه اللي يحصل لو انا عرضت اي نوع من المكافآت؟ رينز قال: احنا ببساطه هنغرق وهنتطوف ببلاغات كدابه كتير. بول بعد كده تساءل وفكر لو انه يأجر محقق خاص ممكن يساعد ويفيد، بس رينز رفض الفكرة دي خالص، ووضح له إن المحققين الخاصين بيشتغلوا بس في الخلافات الزوجية أو الأشخاص المفقودين، وفي قضية قتل مش هيكون ليهم أي سلطة حقيقية، وممكن كمان يتوجه لهم تهمة التلاعب لو اتدخلوا في القضية. رينز قال: المحقق الخاص كويس للخيانة الزوجية والمفقودين، داخل يسرق خرج بخسائر أكبر. وفي ليلة من الليالي وهو طالع وماشي من محطة القطر، بول لاحظ ولمح راجلين بيضايقوا وبيتحرشوا ببنت شابة صغيرة. هو اتدخل ودخل في النص، بس بدل ما يتراجعوا ويخافوا، الرجالة دول وجهوا الغضب والعدوانية بتاعتهم عليه هو، ضربوه ضرب وحشي ومبرح. بس التشتيت والدوشه دي ادت البنت فرصه عشان تهرب وتجري. بول مشي وكان بيطوح وهو راجع البيت متدغدغ وهلكان ومضروب، بس عشان يلمح ويشوف اعلان تجاري في التلفزيون لمحل بيبيع اسلحه محلي. الاعلان ده فضل متعلق في دماغه وزرع فكره خطيره جدا جواه. وفي اليوم اللي بعده على طول هو زار وراح المحل، وهناك في بياع وراله بحماس اسلحه ناريه مختلفه وشرح له الاجراءات الصارمه عشان يقدر يشتري واحد. وبين الورق والاجراءات والدروس والمراقبه المستمره دي كلها، بول فقد صبره ومشي وسابهم وقال انه هيفكر في الموضوع. البياع قال: احنا عندنا هنا بندقيه F1 النص آلي. وبعدها فتره مش طويله وهو في المستشفى، بول كان بيعمل عمليه جراحيه لضحيه مضروبه بالرصاص، ولما عمل كده في مسدس وقع واتزحلق من هدوم الراجل وخبط في الارض، ومن غير اي تردد خالص بول خبى المسدس تحت الترابيزه، وبعدين في وقت لاحق حطه وخباه جوه هدومه هو عشان ياخده معاه البيت. الدكتور قال: خد الامور بالراحه وببلاش. ولما حاول انه يستخدمه لاول مره، الرصاصه طاشت وارتدت في كل حته وخضته ونعبته وخلته يدرك ويفهم قد ايه هو ما كانش مستعد ولا جاهز لده خالص. وهو مصمم انه يغير ده، بدا يدرس ويتعلم من فيديوهات تعليميه على الانترنت، وبدا يتدرب لحد ما التصويب بتاعه بقى ثابت ودقيق. وبعدين جاله الخبر اللي كان مرعوب منه جدا: جوردان جالها عارض وتشنجات. الدكاتره قدروا انهم يخلوا حالتها تستقر، بس توقعاتهم كانت بتسوء اكتر. ولما شافها متكتفه ومتربطه عشان امانها وسلامها، ده ملاه غضب ونار. فكره ان الرجاله دول لسه بيمشوا احرار وعايشين حياتهم بقت حاجه لا تحتمل. بول قال: بنتي في كلبشات. وفي الليله دي بول شد ولبس زعبوط وتسلح بالمسدس اللي سرقه واختفى وراح في واحده من اخطر المناطق والاحياء في شيكاغو. كان فاكر نفسه مسيطر وهو اصلا داخل على مصيبه. بول غامر ودخل في اعمق حته في المناطق الخطر والوحشه في المدينه، وقبل ما يعدي وقت طويل قابل ولقى راجلين بيحاولوا يسرقوا عربيه من واحده ست. هو قدم خطوه عشان يوقفهم، بس بدل ما يهربوا الحراميه دول فتحوا النار وبداوا يضربوا رصاص وهم بيحاولوا انهم يسرعوا ويهربوا. بول نط بعيد عن خط النار واتدحرج على الاسفلت بتاع الشارع وضرب نار ورد عليهم. الرصاصه بتاعته جت وضربت السواق وخلت العربيه تخبط وتصطدم بعنف في عمود موجود في الشارع. حته الازاز المتكسر طارت واتكسرت في كل حته وقطعت وعورت ايد بول.
في حين إن في جارة كانت بتبص وتراقب المشاهدة من الشباك بتاعها وصورت وسجلت الموقف كله على التليفون. الرقيب كان بيحاول يخرج ويطلع من العربية المتدغدغة وبدأ يضرب نار بشكل عشوائي ومجنون. بول نزل واستخبى ورا عربية تانية واستنى بصبر لحد ما لقى فرصة وثغرة، وبعدين وجه ضربة نظيفة جدا في دماغ الراجل. وهو بيقرب وماشي ناحيته أنهى الموضوع وخلص عليه برصاصة أخيرة عشان يكون متأكد إن المهاجم ده مش هيقوم ولا هيقف تاني. طلب من الست المرعوبة اللي كانت واقفة قريب إنها تجري، وبعدين بهدوء شديد وجه انتباهه للعربية المتدغدغة اللي السواق فيها كان بياخد نفسه الأخير. وهو في طريقه الرجوع رمى الزعبوط المليان دم جوه صندوق زبالة وركب القطر عشان يروح بيته، ونظف إيده المتعورة ووقع واترمى على الكنبة. بس النوم ما جابلوش أي راحة ولا سلام، ما جابش غير فلاش باكات وصور وعنف جدا للي لسه حاصل ومتكشف قدامه. وفي الوقت ده المحققين رينز وجاكسون جمعوا ولموا أقوال من الشهود اللي شافوا الحادثة. الست اللي كانت هتموت وتفقد عربيتها قعدت تمدح وتشكر في المسلح الغامض ده لأنه أنقذها، في حين إن التانيين وصفوا الشخص أبو زعبوط ده إنه بارد جدا وملوش قلب. والشخص اللي كان واقف بيصور أكد الروايتين والنسختين. راجل ملسم شكله كان عارف وفاهم هو بيعمل إيه بالظبط، ما عدا الطريقة اللي إيده كانت بتتهز بيها بشكل غريب، وده كشف وبين إنه ما عندوش خبرة. جاكسون اقترح وقال إنه شكله شخص جديد في التعامل واستخدام الأسلحة النارية، في حين إن رينز لاحظ إن الجرح والإصابة شكلها جاية من ارتداد المسدس مش جرح من رصاصة. رينز قال دلوقتي ده ارتداد المسدس اللي رجع لورا وقطعه وعوره. ورغم إن المحققين طلبوا من الشهدة إنها ما تشاركش وما تنشرش الفيديو، إلا إنه كان نزل وبقى موجود على الإنترنت خلال ساعات قليلة وانتشر زي النار في الهشيم. اللقطات والفيديو ما ظهرتش حاجة غير شخص لابس زعبوط وإيده متعورة، وما ظهرتش وشه أبدا. بول كان قاعد في بيته وبيتفرج على المقطع المنتشر ده ومصدوم ومذهول من إدراكه للي هو عمله. وسائل الإعلام هجمت بسرعة على القصة وسموا ولقبوا المنتقم ده بحاصد الأرواح، والنقاشات والمناقشات اشتعلت حوالين هل هو منقذ ولا هو خطر. حتى الصحفيين والمراسلين كان باين إنهم بيميلوا إنهم يسموه ويقولوا عليه إنه بطل. صحفي قال أنا بقول للناس في بعض الناس زعلانة ومتضايقة مني، بس أنا بقول إن الراجل ده بطل بجد. وفي الشغل بول خبى ودار الجرح بتاعه تحت ضمادات وشاش تخين، وفضل حاطط إيده جوه جيبه كل ما يكون في ضباط شرطة واقفين قريب. شخص بيقول الولد الغلبان ده اتضرب نار وهو في طريقه ورايح للمدرسة، وبعدين في وقت لاحق نفس اليوم هو عالج ولد صغير مضروب بالرصاص واتكلم معاه بصوت هادي وبكل رقة لحد ما الطفل وثق فيه كفاية عشان يعترف له ويقول له إن اللي ضربه ده تاجر وموزع مخدرات. السكان المحليين والناس هناك بيسموه بتاع الآيس كريم. الطفل قال بتاع الآيس كريم. بول كرر بتاع الآيس كريم، ومن ملف الطفل بول بهدوء جمع وربط العنوان واسم الديلر. وفي الليلة دي بول لبس زعبوط وجاكيت تاني من بتوع المستشفى فوق هدومه ونزل ومشي في نفس الحي ونفس المنطقة اللي الولد اتضرب واتصاب فيها. ولما لمح الديلر وشافه واقف بره في الشارع بول ما ترددش، رفع المسدس وضرب النار وساب الراجل ميت واقع في الأرض قبل ما يهرب ويجري في الضلمة. الأهالي والسكان اتلموا عشان ينهبوا وياخدوا حاجة من عربية الراجل الميت. المحققين اتطلبوا وراحوا مرة تانية، والشهود برضه وصفوا شخص لابس زعبوط بيضرب من غير إنذار ولا تحذير. جاكسون وضح وشاور على الضحية وقال هو مين، ورينز وقف في صمت وساكت وهو بيتفرج على الأطفال الصغيرين على الرصيف وهم بيمثلوا وبيعملوا مشهد ضرب النار. وفي ولد قلد ومثل ضرب النار بإيده الشمال. رينز افتكر في اللحظة وفي لحظة الفيديو القديم واللقطات بتاعة الشخص اللي سموه حاصد الأرواح، وهو بيدرك ويفهم بيقين بيكبر جواه إن الحادثتين وعمليات القتل الاتنين اتعملوا واتنفذوا بنفس الشخص. بول كمل واهتم بمعالجة الجرح اللي في إيده، في حين إن المدينة كلها كانت مقلوبة ودوشة بعناوين الأخبار عن المنتقم الغامض اللي ضرب وظهر تاني. المذيعين فضلوا يتناقشوا ويتجادلوا من غير توقف ولا نهاية، في الوقت اللي قيادات الشرطة بهدلوا ومسحوا بكرامة المحققين رينز وجاكسون الأرض عشان ما قدروش يفشلوا إنهم يوقفوه. ورغم ده بول فضل قاعد بهدوء في بيته وبيتفرج في السر على التغطية دي بمزيج وخليط غريب من الفخر والرضا المظلم المرعب. حد بيقول انت عندك راجل ابيض لابس زعبوط بيقتل وبيخلص على ناس سود، انت ما عندكش مشكلة مع الموضوع ده؟ رأي الناس في الشارع اتقسم، في ناس شكرت ومدحت الشخص المجهول ده كرمز للعدالة، في حين ان الناس تانية أدانته وهجمته لدرجة انهم دخلوا وجروا موضوع العرق والعنصرية في النقاش. وفي الاسم المحققين واجهوا ضغط متزايد وكبير جدا من الرئيس بتاعهم اللي كان قلقان وخايف ان القصة دي تلهم وتخلي ناس تقلد وتعمل زيه. الرئيس قال كل الناس قلقانة ومتوترة من حوار المقلد ده، احنا واقفين فين دلوقتي؟ بس لسه الخيوط بتاعتهم والأدلة كانت ضعيفة جدا وكان عندهم تقدم قليل جدا عشان يعرضوه ويبينوه. وفي نفس الوقت ده الدكتورة النفسية بتاعت بول لاحظت وشافت انه كان باين عليه انه خفيف واحسن من الاول، وسألته لو في حاجة جديدة اتغيرت في حياته، ومن غير ما تدرك وتعرف الحقيقة شجعته وطلبت منه انه يكمل ويستمر في اي حاجة هو بيعملها. في العمليات دكتور بيقول اشحن جهاز الصدمات، اضرب وفضي. وبعد ايام بول لقى نفسه موجود جوه في عملية جراحية مع ضحية تانية مضروبة بالنار، بس اتفاجئ لما أدرك وتعرف إن الراجل ده هو ميجيل. وعلى معصم الراجل اللي بيموت وبيخلص ده كانت بتلمع وتبرق ساعة عيد ميلاد بول اللي كانت ضايعة
بتاعه مسروقة، ورغم إنه عمل الخطوات والإجراءات العادية، محاولة بول عشان ينقذه كانت ضعيفة ومن غير نفس، وميجيل مات وخلص على الترابيزة. دكتور قال وقت الوفاة 9:35 دقيقة بالليل. ولما شاف فرصة سانحة، بول دخل عربية الإسعاف وسرق تليفون ميجيل، وحتى إنه ضغط وحط صباع الراجل الميت عشان يفتح ويأنلوك التليفون. هو استرجع ورجع ساعته المسروقة وبدأ يقلب ويسكرول في الملفات بتاعت ميجيل، وحس بقرف وتعب شديد لما لقى صورة متصورة ومتاخدة من جوه عربيته هو نفسه بتبين وتعرض العنوان بتاعه. فجأة شريط ذكريات عيلة بول مع فرانك وهم بيتكلموا عن خططهم رجع قدام عينه زي البرق. صورة تانية كشفت له محل خمرة، وبول قرر إنه لازم يروح يشمشم هناك. وهو خارج من المستشفى خبط في فرانك عند الباب اللي قال له إنه جاي يطمن عليه وعلى جوردن وعزمه على الغداء. بس بول صده ببرود وسأله بلؤامة انت جاي عشان عايز فلوس تانية؟ فرانك اتضايق ووضح له انه جاي يرجع ال$2000 اللي كان مستلفهم وعايز يحتفل بشغله الجديد، وسابه ومشي. وبول بينادي وراه هشوفك، وفرانك رد باقتضاب ياه بعدين. بعدها بول اتنكر في هودي سرقه من غسيل المستشفى وراح لمحل الخمرة وعمل نفسه صاحب ميجيل. صاحب المحل كان بيسمع بس لمح علامة المستشفى لسه في هدوم بول، فبعت رسالة في السر لواحد اسمه فيش. اول ما صاحب المحل مد ايده يسحب مسدسه حركته ظهرت في المراية، وبول لمحها في ثانية، رمى سهم غرز في ايد الراجل خلاه يرمي السلاح وهو بيصرخ ارمي المسدس. بول رفع سلاحه وطلب منه الحاجات المسروقة، والراجل وداه للخزنة وهو بيحلف انه مجرد وسيط وما يعرفش حاجة عن العملية الكبيرة. جوه الخزنة بول لقى حاجات بيته اللي اتسرقت فعليا. في اللحظة دي فيش كسر الباب ودخل يضرب نار بجنون، وفي وسط المعمعة رصاصة فيش جت في صاحب المحل نفسه. الحرب قامت، فيش بيضرب رصاص في كل حتة وبول بيحاول يعمر سلاحه. اول ما فيش اتزحلق في بركة الدم، بول مسك جيتار وكسره فوق دماغه وزق عليه قطعة عفاف تقيلة. بول قعد يراقب الشاشات واختار اللحظة الصح وضرب رصاصة في رجل فيش وقعته في مكانه. داس على الجرح عشان يخليه ينطق ويقول مين اللي قتل لوسي. فيش اعترف تحت الوجع ان القاتل ميكانيكي اسمه جو وعنوانه على تليفونه. بس قبل ما بول يمسك التليفون، فيش ضربه بجدعية وقعه على الرف ورفع مسدسه عشان يخلص عليه، لولا ان كورة بولينج وقعت من فوق لبسته في دماغه ودوخته. بول ما كدبش خبر، سحب سلاح الراجل نفسه وخلص عليه، وقبل ما يخلع خد الهاردات بتاعة الكاميرات، بس وقع منه خاتم في المحل وهو مش دريان. لما رجع البيت قعد يتفرج على فيديوهات وخرم الهاردات بالشنيور عشان يدمر الأدلة. وتاني يوم الدنيا اتقلبت في الميديا واسم حاصد الأرواح بقى ترند في كل حتة. في المستشفى بول سرق حقن وأدوية قبل ما المحققين رينز وجاكسون يوصلوا، ورجعوا له خاتمه اللي لقوه في المحل الخمرة وهم فاكرينه انه كان مسروق منه في الحادثة القديمة. بول ارتاح وخد الخاتم بتمثيلية هادية، واول ما مشيوا كسر تليفون فيش عشان يمسح اي خيط يوصل ليه لو لسه. بول وصل لورشة جو الميكانيكي، دخل واتسحب وهو شغال تحت عربية وبخبطة مفتاح انجليزي واحدة نيمه مكانه. لما جو صحي لقى نفسه مربوط تحت عربية مرفوعة، وبول بدأ استغواب مرعب، حقنه بمواد غريبة وشرح جلده وصب زيت فرامل في الجرح لحد ما جو انهار واعترف باسم المحرك الكبير نوكس. بول شكره ببرود، عمل نفسه هيفكه، وفجأة نزلت عليه العربية فعصته في ثانية. المحققين بدأوا يشكوا، راحوا لفرانك ولمحوا له ان المنتقم ده بيدور على نفس المجرمين اللي قتلوا لوسي، وطلبوا يشوفوا ايده عشان يطبقوها بجرح شافوا الشهود. في المستشفى بول كان مع بنته جوردن، بس اتصدم بتقرير في الأخبار عن ناس بيقلدوا حاصد الأرواح وبيقتلوا في الشارع. تليفونه رن وكان نوكس اللي طلب يقابله في نايت كلاب خلال 30 دقيقة. وهو بيستعد فرانك راح بيت بول، ولما ما لقاش حد دخل واكتشف الترسانة اللي في البدروم، أسلحة وذخيرة وأدلة على كل اللي بول عمله. الصدمة كانت كبيرة، أخوه هو حاصد الأرواح. في النايت كلاب نوكس نصب فخ البول وبدأ يضرب نار عشوائي على الناس ويستخدمهم دروع بشرية. الدنيا اتقلبت وبول اتصاب واستخبى وبدأ يرد النار لحد ما صاب حد. بول بذكاء ضرب لوحة الكهرباء والديسكو كله ضلم وهرب وسط الناس اللي بتجري بصرخات مرعبة. بعدها المحققين عرفوا بالمجزرة، وفي المستشفى اكتشفوا ان واحد من المصابين هو نوكس نفسه. بول كان في أوضة تانية بيخيط جرحه ببرود باستخدام لزق ودباسة. نوكس غدر ببول وبلغ المحققين بعنوان مكتبه، بس لما وصلوا كان بول فص ملح وداب. بالليل بول رجع البيت لقى فرانك مستنيه وهو منهار من اللي شافه، وبول دافع عن نفسه وقال له انه ما عندوش حل تاني. المحققين خبطوا وفرانك غطى على اخوه وكذب وقال انه مش موجود. في نفس الليلة المعجزة حصلت وجوردن فاقت. بول جري على المستشفى وحضنه وهو بيبكي واضطر يقول لها ان مامتها ماتت وانهارت في حضنه. بول حلف لفرانك ان موضوع المنتقم ده خلص خلاص. بعد اسبوع جوردن خرجت من المستشفى والمحققين سألوها بس ذاكرتها كانت ممسوحة، وهم طالعين في الاسانسير نوكس دسل معاهم ورمى كلمة لبول انه هيشوفهم تاني. بول عرف ان نوكس مش هيسيبه، راح اشترى اسلحة والمرة دي قانوني. بالليل وفرانك عندهم على العشاء جوردن دخلت تنام وبول لمح حركة بره، خلى بنته تستخبى تحت السلالم واتكلم 911. المجرمين دخلوا، واحد ضرب نار على السرير لقى مخدات، وبول اصطاد
والتاني في فخ. نوكس كان مستني بول في البدروم، ضربه رصاصة في كتفه وقعته، ولما جاي يخلص عليه صرخة جوردن شتتت نوكس ثانية واحدة. كانت كفاية لبول إنه يسحب سلاح سري من الترابيزة وينهي حياة نوكس بطلقة واحدة. الشرطة جت وبول أقنعهم إنها حالة دفاع عن النفس والقضية اتقفلت. بعد فترة بول وصل جوردن لجامعتها في نيويورك، وهو راجع لعربيته لمح حرامي بيخطف شنطة، ومن غير ما يفكر رفع إيده كأنه ماسك مسدس وشخت فيه. غريزة حاصد الأرواح لسه عايشة جواه. إيه رأيك في نهاية بول؟ تفتكر كان صح إنه ياخد حقه بإيده ولا كان يسيب القانون ياخد مجراه؟ اكتب لي رأيك في الكومنتات.